إيه الاخبار؟ بص هقول لك على حاجه، ركز بقى كده وحتى ابوك انت وهي. انا عارف وحاسس باللي انت فيه كويس، عارف انك خلاص جبت اخرك ومعادش فيك نفس انك تحارب تاني، عارف انك بتفكر في الاستسلام علشان معادش باين منطق ولا رجا من ورا الحرب اللي انت فيها ديت، وصامت فيها وعندي وحاسس برضو ان مفيش حاجه بتحصل، وعارف كمان انك بتفكر في الانسحاب بس بطريقه شيك كده، ومجهز كذا عذر محترم تقنع به الناس انك على فكره كان في ايدك تكسب بس انت اللي قررت انك تنسحب، وعارف ان الحرب مش عادلة وانك مظلوم فيها، وعارف كمان ان غيرك انت شايفه بياخد خطوات وبيتقدم وانت شايف انك احسن منه وانك احق بالنجاح ده منه، وعارف انك بتسأل ربنا على استحقاق كده وبتقول له ليه بتعمل معايا كده؟ انا بغلط بس ما باذيش حد، ليه انا بتأذي وليه الظروف معاندة معايا؟ انا عارف كل ده كويس وحاسس باللي انت عايز تقوله ومتأكد باحساسك ده كويس، وحاسس بخليط من الغضب والاحباط والشعبطة في الامل اللي جواك ومش مفهومين دول منين. بس نتكلم بصراحة، ممكن نفضل نفضفض سوا من هنا للصبح واطبطب عليك من هنا للصبح، بس اخرتها ايه؟ هصدمك على قد ما انت حاسس ان في 100 سكة واختيار، صدقني هم اختيارين مفهومش تالت. فايت فور فلايت، يا تحارب يا تنتخ وتقعد او تقعد في البيت، وعلى حسب اختيارك ده هتشوف في عينين الناس اللي بتسمعك ومتابعاك حاجة من اتنين، يا انبهار بيك يا اما شفق عليك، فعاوز الناس تسقف لك وهم منبهرين بيك، ولا عاوزهم يطبطب عليك ويمصمصوا شفايفهم وانت صعبان عليهم. انا ما بقولكش ما تزعلش وما تحبطش، لا يا صاحبي، بالليل وانت لوحدك ازعل ابكي حس بالاحباط عض في البلاط، بس تاني يوم الصبح تقوم تكمل حرب، وبجزعل لما تروح بيتكم وتاني يوم قوم كمل حرب لحد ما يجي يوم والناس تشيلك على كتافها، يا اما وهم محتفلين بيك وبانتصاراتك يا هم في كفنك وانت ميت وبتحارب. لكن اياك انك تقبل تطلع من الدنيا ديت منسحب او مهزوم، وعايزك تعرف وتتأكد ان مفيش حاجة بتحصل كده عبثا ولا جهد بيروح على الفاضي، لكن ربنا اسمه الكريم ومش هيسيبك زعلان ومكسور على طول، فمسيره يعاملك باسمه الكريم. وكالعادة طالما ربنا كرمني وعامل لك الفيديو ده اللي انا مش عارف سببه ايه ويسر انك تسمعه دلوقتي، يبقى الكلام ده ليك، وخليك دايما فاكر ان في الاخر ربنا هيرضي الكل وهيبقى معاك وانت بتحارب، فحارب لحد ما توصل للي انت عايزه، لحد ما توصل للهدف بتاعك. ما تبطلش حرب دلوقتي، قوم الصبح كمل حرب، ارجع لبيتك وانت محبط وانت يائس وانت نايم على المخدة وحاطط المخدة على راسك، عيط ابكي اعمل اللي تعمله، بس تقوم الصبح تكمل الحرب بتاعتك وتنزل المعركة بتاع الحرب في الدنيا ديت وانت متأكد ان في يوم من الايام هتنتصر. الكلام ده انا مش محفزك بيه ولا بديلك دافع انك تبدأ وتعمل اللي انت عايزه، لا ده الواقع اللي المفروض تبقى مصدقه من جواك وتبدأ تشتغل عليه من دلوقتي. سلام.